بتعيش حاليا حالة من التوهج الفني بعد النجاح الكبير اللي حققته في مسلسلاتها الأخيرة، وخاصة عروس بيروت وكريستال. عاشت تجربتين عقدوها من الحب، وتعلقها بالصغار سبب لها أزمة نفسية كبيرة. تعالوا نتعرف على ليا مباردي. اتولدت ليا سنة 91 في دمشق، كانت خجولة في صغرها، وعشان كده أهلها ما صدقوش لما صرحتهم بحلمها في دراسة واحتراف التمثيل، إلا إنهم استجابوا لرغبتها، وبالفعل دخلت المعهد العالي للفنون المسرحية، ويا دوب هو فصل واحد وانسحبت على طول. وفي الوقت اللي ما كشفتش بالتفصيل الأسباب اللي دفعتها لترك المعهد، قالت إنها تعرضت لظروف شخصية وعائلية أجبرتها تسيب المعهد وقررت دراسة الإعلام. جمال ملامح ليا حقق لها حلمها وترشحت كممثلة في مسلسل حائرات في 2013، ومن بعده انطلقت في عالم الدراما بأعمال ناجحة. وفي الوقت اللي صرحت فيه بإن عندها خطوط حمراء في حياتها الشخصية وكمان طبيعة أدوارها الفنية ومش بتفضل المشاهد الجريئة، صدمت جمهورها في مسلسل كريستال بأداء قبلة مع الفنان السوري فادي حواشي. ليا سبق وقدمت مشهد قوي عمل ضجة كبيرة وقت عرضه في مسلسل القربان، وده لما ظهرت بتتخلى عن ملابسها قدام الكاميرا ضمن أحداث العمل اللي جسدت فيه دور فتاة بتتعرض للاعتداء وما عرفتش تاخد حقها بالقضاء، فقررت تاخده بنفسها. وفي 2018 اتعرضت ليا لأزمة نفسية قوية بعد ما بدأت تحس بمشاعر سلبية زائدة زي خوفها من فقدان اللي حواليها ورهبة من المستقبل نتيجة تراكمات جواها سببتها الأزمة السورية. بقى عندها شعور دائم بعدم الأمان، حتى في البيت بقت بتتعامل بعصبية غير مبررة مع أهلها وأقرب الناس ليها، فقدت شعور السلام الداخلي تماما حتى مع نفسها. وهنا قررت تلجأ لدكتورة نفسية. الدكتورة ساعدت لها تعيد ترتيب أوراقها وتنظم حياتها، ومشيت لفترة على مضاد للاكتئاب ساعدها على تحسين حالتها المزاجية. وبدأت الفنانة السورية تلجأ للقراءة في مجالات علم النفس والطبيعة البشرية وتشوف محاضرات على يوتيوب في نفس الموضوع عشان تقدر تفهم نفسها أكتر، لحد ما قدرت تتجاوز محنتها. الرومانسية الغالبة على معظم أدوار ليا الفنية بعيدة كل البعد عن حياتها الشخصية، فهي غير مؤمنة بالحب تماما، ورأيها التعلق بالأشخاص عامة فكرة غير مقبولة. حلو إن الواحد يرتاح لشخص أو يلاقي نفسه معاه فكريا وروحيا، إنما التعلق الزائد بحجة الحب في رأيها شعور سلبي. والرأي وصلت له الفنانة بعد مرورها بعلاقتين في الحب فاشلين. الأولى خيرها حبيبها بينه وبين طريق الفن، وقال لها إنه ما يقبلش مراته تبقى فنانة وعليها أضواء. وفي الوقت اللي اعترفت فيه إنها فكرت تتخلى عن حلمها عشان تتجوزه، شغفها الفني وقف في طريقها وخلاها تسيب حبيبها، وده على عكس العلاقة الغرامية التانية اللي عاشت فيها صدمة قوية. حبيب ليا فجأة اختفى، ما بقتش عارفة توصل له، تليفونه مقفول بعد ما كان معاها بشكل شبه يومي، لدرجة إنها ما بقتش عارفة إذا كان حي ولا لا. وبعد فترة اكتشفت إنه ساب سوريا كلها وسافر بحجة الظروف المضطربة وقلة الشغل في البلد. أهل ليا على قد ما هم نقطة قوتها وسندها، إلا إنهم في نفس الوقت بيمثلوا نقطة ضعفها، وبعدهم على طول الأطفال ما بتستحملش تشوف طفل جعان أو بردان. وفي 2016 اتعرفت على طفل متشرد في الشارع عمره حوالي 10 سنين، لقيته بردان وجعان وفي حالة يرثى لها، وما اكتفتش بإنها تديله أكل وفلوس، فقررت تتبناه. ودته مؤسسة بترعى الأطفال وبقت تزوره كل يومين، إلا إن فجأة بلغوها بهروبه، وده اللي سبب لها هزة نفسية ووجدانية كبيرة، لأنها كانت فعلا اتعلقت بيه وحلمت بمستقبل أفضل عشانه، وحاولت تدور عليه في المحيط اللي سبق وتعرفت عليه فيه، إلا إنها ما قدرتش تلاقيه.